في مشاكل برضو جوه الفرقه، مشاكل فنيه. مشاكل فنيه، انت بيجي لك فرص كتيره جدا النهارده بتضيع ليه؟ المدرب سبب رئيسي فيها. كميه التغييرات اللي انت بتعملها في الاربعه اللي قدام ضيعت الانسجام ما بينهم، ضيعت حساسيه الماتشات اللي موجوده لمعظم اللعيبه. طب انا النهارده ذمتك يا كابتن سيد، ده كلام يخش على اني عقل واني منطق؟ ممكن اكون اصدق او اقتنع بكلام حضرتك لو قلت ان النادي الاهلي ما بيقدرش يخلق فرص كتير خلال المباراه او فرص قليله خلال مباريات الدوري بسبب عدم التجانس، بسبب الروتيشن الكتير اللي بيعمله كولر في المباريات، لان لعيبه النادي الاهلي مش حافظه بعض ومش حافظه تحركات بعض، وبالتالي النادي الاهلي في الخط الامامي ما بيقدرش يخلق فرص كتير. ممكن اقتنع بالكلام دوت وابصم بالعشره، ولكن اللي بيحصل العكس، ان لعيبه النادي الاهلي بيجي لها فرص كتير جدا خلال المباراه وبيهدروها. دوت ملوش اي علاقه بالتجانس وملوش اي علاقه بالروتيشن اللي بيعمله كولر، ومش هنشيل كولر الليله، لان ببساطه المدير الفني ملوش علاقه ان اللاعب يهدر فرصه ولا يجيب فرصه. وطبعا لما نتكلم عن بيب جوارديولا، واحد من افضل المدربين في التاريخ ان لم يكن الافضل، بيقول حاجه مهمه جدا على النقطه دي وتضييع الفرص. بيقول انا شغلي كله مع اللعيبه ازاي اوصلهم للجون بكل الطرق الممكنه، ملوش اي علاقه بقى ان اللاعب دوت يجيب الفرصه دي ولا ما يجيبهاش. دي لحظه ابداع من اللاعب في توقيت الهجمه او توقيت الفرصه. انا مش هنزل الملعب اقول للاعب يحطها بالشكل الفلاني ولا ما يحطهاش بالشكل الفلاني. وطبعا لما نتكلم على السنه اللي فاتت مع مانشستر سيتي، وطبعا كان عنده رحيم ستيرلينج وعنده جيسوس، واستغربوا الناس كلها ازاي السيتي يتفرط في 2 لعيبه بقيمه رحيم ستيرلينج وجبريال جيسوس السنه دي ويمشيهم من مانشستر سيتي مع انهم من افضل اللعيبه في الدوري الانجليزي. السبب الرئيسي اللي خلى بيب جوارديولا يعمل كده لان الاثنين دول عندهم احصائيه غريبه جدا في اهدار الفرص. الاثنين دول تقريبا الموسم اللي فات الاثنين اهدروا اكتر من 50 فرصه حقيقيه لمانشستر سيتي خلال كل البطولات، وبالتالي هم ما بيقدروش يترجموا الفرص الكتير اللي بتيجي لمانشستر سيتي. ده السبب الرئيسي اللي خلى بيب جوارديولا يمشيهم السنه دي مع ان هم 2 لعيبه مميزين جدا. وده السبب الرئيسي اللي خلى جوارديولا يروح يجيب واحد زي هالاند. هو مهاجم بالفطره، هو مهاجم ما يعرفش حاجه غير ان هو تسجيل الاهداف ويشوف الكره في المرمى، وحطه في منظومه زي مانشستر سيتي لعيبه على اعلى مستوى تحته بيقدروا يخلوه يوصل للمرمى بكل الطرق الممكنه. فخلاص بيب جوارديولا عمل التركيبه الصح، جاب مهاجم هداف شرس زي هالاند وحط في وسطه منظومه قادره ان هي توصله للمرمى بكل الطرق. وبالتالي ما تستغربش ان هالاند بيجيب كميه الفرص الكتير وبيجيب كميه الاهداف الكتير جدا مع مانشستر سيتي سواء في الدوري ولا في دوري ابطال اوروبا، لان خلاص بيب جوارديولا عمل منظومه متكامله. دوت المشكله اللي بتواجه النادي الاهلي الموسم دوت وفي السنين اللي فاتت كلها. النادي الاهلي بيخلق كميه فرص كتير جدا خلال المباريات، لكن ما عندهوش لعيبه في الخط الامامي سوبر تقدر تترجم الفرص دي. وبالتالي النادي الاهلي زي ما قلنا امبارح لازم يتحرك في يناير ويجيب لعيبه سوبر في الخط الامامي، يجيب لعيبه هدافه، يجيب مهاجم سوبر يقدر يترجم كميه الفرص اللي بتيجي للنادي الاهلي، ويقدر يجيب للنادي الاهلي 3 نقاط في مباريات صعبه ومباريات معقده، لان المهاجم السوبر قادر ان هو يجيب لك جون من نص فرصه، وده هيساعد النادي الاهلي كتير جدا سواء في الدوري ولا في دوري ابطال اوروبا. هي دي المشكله الحقيقيه اللي عند النادي الاهلي. المشكله مش مشكله كولر الله يكون في عونه. الراجل بيحاول ان هو يجرب كل اللعيبه ويدي فرص لكل اللعيبه في الخط الامامي عشان يلاقي لعيب يقدر يقنعه ان دوت المهاجم الاساسي بتاع النادي الاهلي اللي يقدر يعتمد عليه في المباريات اللي جايه. ولكن مفيش مهاجم في النادي الاهلي قادر ان هو يقنعه لغايه دلوقتي. وطبعا شفنا امبارح ازاي النادي الاهلي بيهدر كميه فرص غريبه بسبب ان مفيش لعيبه سوبر في الخط الامامي تقدر تترجم الفرص دي. هي دي المشكله الحقيقيه بتاعت النادي الاهلي، ملهاش علاقه بكولر وملهاش علاقه بالروتيشن اللي بيعمله كولر في الخط الامامي. يا جماعه نفكر في الكلام قبل ما نقوله.